شكرا للحضور الكريم، شكرا لفضيلة العلامة الشيخ المنشد الكبير أستاذ الفنانين والمنشدين الشيخ سيدي عبد اللطيف بن منصور على هذا السماع الذي قدمه لكم، والذي أبرز فيه أو أبرز من خلاله بعضا من نوادر ما يتغنى به في مجالس الصوفية خاصة. قال لي الناي إني من إشارته ونفخ روحي منه تبعث الصور، والعود عاد بصوت في الغناء شج وقال نحن وأنتم كلنا عبر، وما السماع بهادي العاشقين له ما لم يكن حاصله من قبله النظر، لا يعرف الفضل إلا ذو الفضل. الشيخ سيدي عبد اللطيف بن منصور حتى يعرف فضله لا بد أن يعرف فضله رجال عرفوا هذا الفضل، ومن هؤلاء الرجال رجل أفنى عمره في خدمة التراث المغربي بشعرا ونثرا، فنا ولحنا وغناء. يعرف فضل هذا الرجل الأستاذ الدكتور سيدي عباس الجراري مستشار صاحب الجلالة نصره الله، فليتفضل مشكورا للحديث عن شخصية سيدي عبد اللطيف بن منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوات الفضليات والإخوة الكرام أعضاء هذه الجمعية الموقرة، حضرات السيدات والسادة، يسعدني أن أحضر هذا الحفل البهيج الذي يقام تكريما لأخ عزيز وصديق كريم، هو الأستاذ الشيخ عبد اللطيف بن منصور. ويزيد في سعادتي أنني طلبت لتقديم شهادة ولو موجزة عن هذا الفنان الكبير الرائد. نحن جميعا حين نتحدث عن الأستاذ عبد اللطيف بن منصور نصفه وننعته فنقول شيخ المديح والسماع في المغرب، وأنا أقول شيخ السماع والمديح وعميد الموسيقى الأندلسية في المغرب. لعل أحدا يسأل لماذا نصفه وننعته بهذه الأوصاف. هناك كلمات موجزة سألقيها لإبراز الأسباب أو الدوافع التي جعلت الناس وجعلت العارفين يصفونه بهذا الوصف. أولاً، الأستاذ عبد اللطيف بن منصور نشأ في بيئة المديح والسماع، أي نشأ وتربى في بيت كانت جنباته تردد صدى المديح والسماع. والده رحمة الله عليه محمد بن أحمد بن منصور كان من كبار مسمعي مدينة الرباط في القرن الماضي، وجده لأمه الذي تربى أمام عينيه وتعلم على يديه
هو الفقيه العلامة المرحوم العدل الحاج عبد السلام قديرة، شيخ الزاوية الحراقية ومقدم هذه الزاوية وعميد الفن يومئذ، أي في القرن الماضي وفي منتصفه بصفة خاصة. إذن أستاذ بالمنصور نشأ في جو المديح والسماع، ويمكن أن أقول إنه رضعه في لبان أمه. هذه واحدة. وأخرى أنه درج في مجالس العلم التي كانت تزخر بها مساجد الرباط في القرن الماضي، وتلقى على كبار علماء المدينة يومئذ جملة وافرة من العلوم العربية والإسلامية، فأضاف إلى الفن العلم. ولهذا حين يوصف وحين وصفه الأخ الشريف الوزاني بأنه العالم الفنان فذلكم في مكانه وفي محله. ليس هذا فحسب، ولكن الأستاذ بن المنصور الشيخ بن المنصور يتمتع بمواهب. أولا موهبة الحفظ الغزير المتنوع، ثم موهبة الأداء المتقن المتميز، ثم موهبة القدرة على التصرف في الطبوع وفي الصنائع وفي الأنغام وفي الألحان. الأستاذ عبد اللطيف بن المنصور لم يكن ليقتصر فقط على أداء وعلى الحفظ، ولكنه زاد شيئا آخر قلما نجده عند علماء الفن، وهو الكتابة والتأليف والإبداع في المجال، في مجال المديح وفي مجال السماع. لعله من أكثر علماء الفن الذين ألفوا فيه، فهو قد كتب في سنوات السبعين مجموعة أو جمع مجموع القصائد والموشحات والأسجال التي تروج في الآلة أو في الموسيقى الأندلسية. ولعلكم جميعا تسمعون عن كتاب الحائك الذي جمعت فيه نصوص هذه الموسيقى. هذا عمل جليل يقوم به في ذلكم الوقت، والناس فقط يسمعون بكتاب الحائك وبالأناشيد والموشحات والأسجال التي تروج في الموسيقى الأندلسية. ليس هذا فحسب، ولكنه سيقوم بعمل جليل جدا، وهو أنه سيأخذ البردة ويخللها بمقطوعات وبأشعار وبموشحات، ويلحنها ويقدمها في طبوع بعضها أو معظمها لم يكن معروفا، ولكنه بقدرته على التصرف في الأنغام ومعرفته بهذه الأنغام حتى التي ليست رائجة. وأنا كنت سعيدا بأن كتبت مقدمة لهذه البردة، لأنني بالفعل كنت معجبا بها وبما قام به. مؤخرا ربما في السنة الماضية أو التي قبلها سوف يتحفنا، وقد أتحفنا بالفعل الأستاذ بن المنصور بديوانه النفحات فيه موشحات. وأنا لا أخفيكم، أنا كتبت عن الموشحات منذ 40 سنة، ولكني حين قرأت الديوان اكتشفت شاعرا وشاحا مغربيا جديدا يمكن أن ننافس به الوشاحين الأندلسيين. وهذا ما جعلني مرة أخرى أكتب له تقديما في هذا الديوان إعرابا مني لما هو جدير به من مكانه. إذن
هذه اللمحات أو هذه المظاهر التي مررت عليها سريعا لأن المجال لا يتسع للإطالة، كلها جعلت من العارفين ومن الناس الذين يتذوقون ويعرفون قيمة الرجال وقيمة العلماء يصفونه وينعتونه بحق شيخ المديح وشيخ السماع في المغرب. ولعلي أن أضيف أن أستاذ بالمنصور لم يكتفي بالمعرفة الشخصية، ولم يكتفي بأن يكون متصدرا مجالس المديح، ولم يكن مكتفيا بأن يؤلف في الفن، ولكنه زاد شيئا آخر، وهو أنه كون مدرسة للمديح في المغرب. هذه المدرسة التي نرى تلاميذها في كل مجلس وفي كل مكان يروج فيه المديح. هؤلاء الذين استمتعنا بإنشادهم هم من تلاميذ الأستاذ بالمنصور، وفي كل المجالات التي نستمع فيها إلى المديح نلاحظ أن هناك تلاميذ للأستاذ بالمنصور. إذن العلم النافع والفن النافع. هنيئا لك يا أخي سيدي عبد اللطيف، هنيئا لك بما قدمت للأدب المغربي وللفن المغربي في هذا المجال، وهنيئا لك هذا التكريم، وشكرا وتقديرا لهذه الجمعية التي نظمت هذا التكريم، وهذا دليل على الوفاء وعلى العرفان من التلاميذ لشيخهم. أشكر لكم حسن إنصاتكم. السلام عليكم ورحمة الله.